وللمرة الثانية أنا أكثر من مبسوط إني موجود بتونس، وبعتقد أي فنان رح يكون مبسوط إنه يكون بتونس، وخصوصا قرطاج بعد ما زرت عدد المهرجانات اللي تفضلت فيها. أنا مبسوط فيكم كشعب طيب، أول شيء بيعطي حب بلا أي مقابل كل الوقت، ومبسوط إني بيناتكم كل الحب. المختلف هاي المرة هي بمجرد ما نقول الفنان الشامي على مسرح قرطاج، العنوان بحد ذاته مختلف. وتجربة ما توقعت اني خوضها بهي السرعة بحياتي. ممنون وشكرا للثقة اللي اعطيتوني اياها، واللي تونس اعطتني اياها، ومسرح قرطاج اعطاني اياها، اني اكون موجود وغني على هذا المسرح الاثري مثل ما بيقولوا. بعيدا عن الأضواء وبروح الإنسان قبل الفنان، إذا التقيت بالشامي الطفل الذي بداخلك، أي رسالة تحب أن توجهها له اليوم؟ شد حيلك، بعد كم سنة حتكون بقرطاج مع الجمهور التونسي، وسمعت هتافهم وحبهم اللي بيعطوه على المسرح. صار في عندي هذا الحب اني اعطيهم شيء من موسيقتي ومن روحي ومن طاقتي. فالاكيد انه في شيء رح يتحضر، خليط بين الموسيقى اللي انا بعملها والموسيقى التونسية، وهذا شرف لإلي، وان شاء الله نعمله بافضل طريقة ويليق بالشعب التونسي العظيم. اول شيء الفن مجال ما بيفهم الخطة، مجال هائج وغير منضبط كل الوقت، عم تتعامل مع الذوق العام، وما في أي قاعدة أو علم أو منطق بالعالم كلياته قدر يضبط هذا النوع من المهن أو الفن تحديدا. فكل اللي أنا قررت إني أعمله هو إني أهتم بثقافتي الشخصية وبموسيقتي وبالإحساس اللي يوصل لقلب الجمهور، واستخدمت اللا خطة. أكيد في جزء من الخطة هو إني أهتم بحالي وطور نفسي كشخص عمره 23 سنة، لازم يكون مثقف، يوقف قدام الكاميرات ويخاطب جيدا، ويكون مسؤول عن تصرفاته، لأنه في أطفال وفي مراهقين بيحبوني ومتأثرين فيني. هذا أفضل شيء عملته لحالي، وطبعا التزمت بموسيقتي إنه توصل لقلب الجمهور، وكتر خير الله ولكل مجتهد نصيب. هي ماذا حدثوك عن قرطاج؟ حدثوني عن قرطاج انه وقف اهم العظماء والفنانين بالعالم العربي وبتاريخ العالم العربي على هذا المسرح. حسيت بكثير من المسؤولية. انا محضر كثير منيح للجمهور العريق اللي حيكون بكره موجود، وحيكون كل اعتزاز وامتنان اني واقف قدامه وغني له افضل مع التقدير والحب يلي شافوه بتونس، لانه حقيقة الجمهور التونسي هو جمهور مميز. هذا مش بس كلامي انا ابن يومين، هذا كلام اهم الفنانين يلي وقفوا على مسارح تونس، وشفنا كل الفنانين قدروا واحترموا هذا المسرح ونحن على خطاهم. واعتقد انه اثر قرطاج وتاريخ قرطاج حيمتد لسنين طويله لسه. في المطار كذلك المعجبات كانوا موجودات اليوم. المنظمين يعني عملوا مجهود كثير، معناتها كبير ياسر باش ما يسمع حد اللي نحن هوني، ومع هذا فما شكون وصلت له المعلومه. السر هذا قلت ما نخدمش برشا على مش منظم حاجات، مش مرتب حاجات. السر مع المعجبات، يعني هل هذه الدرجه خدمتك السوشيال ميديا الى جانب انت فنان محترم جدا واللي تقدم فيه حلو. شكرا. شكرا كثير. السوشيال ميديا اكيد بتخدم لتوصل، بس شو بتوصل؟ انت شو بدك توصل من السوشيال ميديا؟ انت شو وصلت للسوشيال ميديا؟ انا وصلت للسوشيال ميديا احساسي. في عندي قصه اكيد انه الجيل متاثر فيها، وفي عندي شخصيه حافظت عليها وما تغيرت مع المتغيرات، وما اثر علي كل انواع الضوء، وحسوني بعدني بشبههم. لسه رجليك على الارض. اكيد لسه رجلي على الارض، واكيد لساتني بشبه الجيل، وهذا الشيء اللي خلق كيمياء وعلاقه كثير كبيره بيني وبينهم. وما بنكر انه بكثير اوقات ما بفهم هذا النوع من الحب لانه كثير كبير علي، بس انا ما عندي غير اني احمد الله واشكره على النعم اللي اعطاني اياه والعوض الكبير اللي اعطاني اياه. حيكون لحظه محوريه بحياتي الفنيه، واكيد فارقه وبحياتي وبحياه اي فنان، لانه انا كثير مهتم. فسمعت كثير فنانين قديش كانت هي اللحظه استثنائيه بحياتهم الفنيه عندما وقفوا على قرطاج. فانا اكيد متحمس كثير لبكره، وانا عارف في كثير امور بعدها رح تتغير. اكيد من الممكن انه نكون مع الفنان نصيف زيتون، فنان مشرفنا، له بعد عربي كبير جدا ونجم. انا شخصيا بحب موسيقته ومتاثر فيها. اكيد بيوم من الايام رح اكون كثير مبسوط اني اشتغل مع نصيف زيتون
ونقدم عمل بليق بجمهورنا الكبير ان شاء الله.